هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو جعفر بن الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأمه هي السيدة الفاضلة الزكية أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي من أفضل نساء عصرها، وهي عالمة تقية ذات شرف وفضل. ومن زوجاته السيدة فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وحميدة المشهورة بحميدة المصفات، وله 10 أولاد، 7 ذكور و3 بنات، ومن بينهم الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ولد عليه السلام سنة 83 للهجرة، ونشأ في رعاية والده الإمام الباقر وجده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، وورث علمهما وأخلاقهما العظيمة وحكمتهما المنيرة، وتسلم الإمامة سنة 114 للهجرة، واستمرت مدة إمامته 34 عاما. استثمر الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولة العباسية بتتبع بقايا الدولة الأموية ومحاربتها بنشر العلوم وتدريس طلبته الذين كانوا يقدرون بالآلاف، وعلمهم علوما مختلفة كالعلوم الفقهية والقرآنية وحكمة الوجود والطب والكيمياء والفيزياء وعلوم الفلك والمناظرات. وبرز لديه عدد كبير من الطلبة، منهم يحيى ابن سعيد والمفضل بن عمرو صاحب الكتاب المشهور توحيد المفضل، وهشام بن الحكم الذي كان بارعا في المناظرات، والعالم الكبير جابر بن حيان الكوفي الذي برز بعلم الكيمياء، وغيرهم من الطلبة الآخرين المبرزين الذين أراد الإمام من خلالهم أن ينشروا نور العلم في العالم الإسلامي والعالم الإنساني، ليبني بذلك عقل الإنسان بناء رصينا. وقد تصدى لظواهر فكرية منحرفة، ولا سيما تلك التي تضرب بانحرافها عمقا دينيا، سواء كان عقائديا كالإجبار والاختيار في مسألة إرادة الإنسان في الوجود، والتي تسمى بالجبر والتفويض. كما تصدى عليه السلام لأفكار الإلحاد والزندقة، وبذلك أسس الإمام الصادق أسس جامعة علمية متكاملة يمكن أن تسمى بجامعة أهل البيت عليهم السلام. وبعد أن استقر سلطان الدولة العباسية، بدأ الحاكم المنصور الدوانيقي بالتضييق على الإمام وتوجيه الاستدعاء إليه بين فترة وأخرى، ورصد كل تحركاته حتى ضيق عليه. وحينها نعى الإمام نفسه وشكى ما يعانيه من الآلام والمحن والضيق، بعد أن أصر المنصور على اغتياله، فشدد الخناق على الإمام حتى عزم على قتله تحت تأثير دافع الملك والسلطان، فدس إليه السم الفاتك على يد عامله. وحينما سقى عامل المنصور الإمام بالسم، شعر الإمام بآلام قاسية، حتى استشهد على إثر ذلك في 25 من شهر شوال سنة 148 هجرية، ورحل إلى الرفيق الأعلى شهيدا مظلوما صابرا محتسبا. وعم الحزن والأسى بين الناس، ودفن في بقيع الغرقد بجوار والده الإمام محمد الباقر وجده الإمام زين العابدين عليهما السلام. فالسلام عليك يا لسان الناطقين، ويا عميد الصادقين، ويا هادي المضلين.